عيش نهار تسمع اخبار، ما تقولوش لي حتى نتوما في اخباركمش اشنو لقاو الكوارديا السيفيل ديال سبته المحتله. فين ما مشيتي هاد الايامات كتلقى تصاور مليوحين ديال النفق اللي غامض ما مفهومش، اللي كيربط ما بين سبته والفنيدق. واش بصح او لا اشاعه؟ ولاش كان كيصلح هاد النفق؟ القضيه بدات هاد يومين ملي كوارديا السيفيل نشرت في الاخبار الاسبانيه صور النفق اللي غامض كيربط ما بين الفنيدق وسبته المحتله. كنهضروا على طريق تحت الارض كتربط ما بين المغرب واسبانيا، وتبين بانه كان الغرض واحد اللي هو تهريب الحشيش اللي معروفه به بلادنا. كارتيلات مغربيه اللي كانت كتخدم بنفس الطريقه ديال بابلو اسكوبار وديال إل تشابو، واللي مشى على طريقهم حتى حميدو الديب. الناس اللي لقبوا الايامات اللي كانوا كيهربوا فيها الحشيش بالايام الزينه وايام العز اللي كانوا كيدخلوا فيها الصرف ديال بصح، واللي كانت سمتهم ليليا بلا رقيب بلا حسيب. خاصك غير تكون عندك لاكارت ناسيونال بعنوان شمالي وتدخل بلا ما يدوي معاك حتى شي واحد. تخيلوا معايا لحد الساعه قدروا يوصلوا ل 50 متر في الطول ديال هذا النفق، اما في الغرق راه وصل ل 12 متر. واش متخيلين العذاب اللي ضربوا هاد الناس باش يحفروا هاد النفق؟ هاد العبارات غير من الجهه ديال سبته، اما من جهه المغرب مازال لحد الان ما لقاوش الفتحه ديالو اللي كتخرج في الجهه ديالنا، حيت اسبانيا ماشي من حقهم يدخلوا لعندنا بلا رخصه من عند المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني. الغريب ان هذه المنطقه اللي جا فيها هذا النفق فيها واد، وصعيب باش تبنى فيها شي نفق بلا ما يلاحظوه البوليس او لا يلاحظوه السلطات، لا من الجهه ديالنا لا من الجهه ديال اسبانيا. وهذا الشيء كيدخل شكوك كبيره وكيطرح تساؤل بانه ممكن يكونوا ناس اللي خداو الكامينه ديالهم باش يسكتوا على هذا النفق، ماشي ضروري يكونوا غير مغاربه، فيهم حتى اسبانيين. فكيفاش داروا ليه هاد الناس؟ الله هو اللي كيعلم، حيت هذا الشيء كيبين ان هذا الكارتيل وهاد المهربين والتجار الكبار المغاربه او الاسبانيين اللي حفروا هذا النفق حريفيه كبار وعارفين شنو كيدير. ويعلم الله شحال من موبيقه دازت من هذا النفق وشحال من نوع ديال الدروغ دازت من تما، وممكن كاع تكون دازت صفقات كبيره باموال اللي ممكن تخلعني وتخلعكم، او ممكن تكون كاع تصفيه حسابات دازت في هذيك البلاصه اللي غيعلم بها غير الله. هذا النفق السري يقدر يكون سبب في تورط جهات كبيره سواء اسبانيه او مغربيه، كاين فيهم اللي مازال حي وكاين منهم اللي ماتوا. دابا في نظركم واش فعلا هذا النفق كان مديور باش يهربوا به الحشيش او لا غير اشاعه والاعلام الاسباني كبر الموضوع؟ خليوا لنا الراي ديالكم في التعليق. هذا مكان تهلاو.